صفحة 215. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. هذه الآية الكريمة جاءت بعدما استنبأوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخبار. هل فعلا احنا هنتحاسب؟ فعشان كده في الآية اللي فاتت قال له ويستنبئونك أحق هو احنا فعلا هنتحاسب؟ فعلا العذاب هينزل علينا؟ فعلا هنقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ فرد ربنا قال له ايه؟ قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يعني مش هتعجزوا ربنا سبحانه وتعالى. في اللحظة دي بقى لما يقع على الإنسان مثلا الموت، أو يقع على الإنسان مشهد الحساب بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، أو يقع الإنسان في يوم الحشر، فربنا بيرد ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. كل نفس تجاوزت وأنكرت ورفضت وكانت ضد منهج ربنا سبحانه وتعالى في الأرض. وإحنا كلنا يعني فينا ظلم متفاوت بيننا وبين بعض، يعني كل إنسان عارف في حتة هو متجاوز فيها قد إيه. في اللحظة الأخيرة بتتمنى إنك تسيب كل حاجة، يعني خدوا كل حاجة. لو أن شوف التعبير القرآني، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. تتمنى يعني، والقرآن عبر في أكثر من موطن، يعني يود امرئ منهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فهنا بيقول لو عنده يتمنى أنه يدفع كل ما يملك وكل اللي جمعه وكل اللي حققه في الدنيا علشان يفتدي به، أي يفتدي به نفسه من هذا العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا الندامة، يعني التعبير هنا إن كل واحد فيهم ندم وتحسر في نفسه. والبعض يقول أسر الندامة يعني أسروها إلى بعضهم البعض، يعني يقول له مش ده اللي احنا كنا رافضينه وده اللي احنا كنا منكرينه. فإما الإصرار إن واحد يسر إلى نفسه أو يسر إلى غيره. فما أسر في نفسي ندامة يبقى أنا ندمان على حاجة عملتها بس مش عايز أبين إن أنا ندمان. ولما أسر إلى غيري فأنا بقول له مش احنا كنا خايفين من الموضوع، شفت اللي كنا خايفين منه طلع صح. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم بالقسط أي بالحق وهم لا يظلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ربنا بيرجعهم لمفهوم الوحدانية، قال لهم أنتم لا تدركوا حقيقة الله الخالق الرازق المعطي المانع، من تشركون به ومن تنسبون إليه ما ليس له. له ما في السماوات وما في الأرض بما فيها من أفلاك وأملاك وبما فيهم أنتم. يعني أنت لله أصلا، ما هو أنت في الأرض وإنس وجن وبر وبحر وحجر وشجر، فالطبيعي إما تبقى لله فأن تكون عابدا له. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما ربنا يوعد بالجنة هيبقى في جنة، ولما ربنا يوعد بالنار هيبقى في النار. لما ربنا يقول في ثواب هيبقى في ثواب، لما ربنا يقول في عقاب يبقى وعد ربنا سبحانه وتعالى حق. وده دايما اللي بنفتكره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون حقيقة ما أقامهم الله تعالى فيه من مفاهيم إنه يبقى عبد والله هو الرب. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هم بيعبدوا أصنام، فربنا بيقول لهم طب دول بيحيوا؟ لا. طب بيميتوا؟ لا. عشان كده في الآيات اللي سبقت قال يحيي ويميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. طب من تعبدون من دون الله يملكون حياة؟ لا. يملكون موتا؟ لا. يملكون ضرا؟ لا. يملكون نفعا؟ لا. فاللي بيملك ده هو ربنا سبحانه وتعالى. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون في الآخرة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ده القرآن. القرآن موعظة من ربكم، يعني فيه توجيه من ربنا سبحانه وتعالى ونصائح
إن ده حلال وده حرام، ده صح وده خطأ، ده أخلاق وقيم ومبادئ، أحوال اللي أصلحوا في الأرض وأحوال اللي فسدوا في الأرض، أحوال اللي أمنوا بربنا وأحوال اللي أنكروا ربنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فده الموعظة، إنه أن يعظ الناس به. طب وشفاء لما في الصدور، شفاء حسي ولا معنوي؟ احنا هنا المفسرين يختلفوا، يقولوا القرآن شفاء معنوي. يقولوا يعني ايه؟ يعني لو واحد عنده مرض قلب زي الحقد زي الرياء زي النفاق زي الكبر زي الغرور. الإمام الألوسي رحمه الله في روح المعاني قال لا، شفاء حسي وشفاء معنوي. قالوا يعني حتى لو إنسان مريض يعني عنده مرض حسي ممكن يشفى بالقرآن. قالوا ثم استدل بكثير من الآيات اللي احنا بنسميها، ودي من أعظم الرقى في القرآن، اللي هي آيات الشفاء. لما تقرأ على تلاقي إنسان مبتلى بأي مرض تقرأ عليه آية الشفاء، قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، اللي هي الآية دي. الآية دي وتضيف لها آيات الشفاء التانية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين فيه شفاء للناس. كل كلمة شفاء في القرآن وكل كلمة حفظ في القرآن، زي إن كل نفس لما عليها حافظ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كل ما فيه لفظ حفظ في القرآن فبيقولوا آيات الحفظ وآيات الشفاء دي من أعظم الرقى القرآنية. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في حق القرآن أنه شفاء لما في الصدور. طبعا شفاء لما في الصدور يبقى جمعنا الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. الشفاء المعنوي لو إنسان عنده مرض من أمراض القلوب، أو الشفاء الحسي لو إنسان عنده مرض جسدي. فإن الله أودع خاصية الشفاء في أسرار القرآن كما أودع خاصية الشفاء في أسرار الدواء. يعني زي ما الدواء مادة محسوسة فيها خاصية شفاء، كذلك القرآن. ولذلك وأنا بعتقد أن الدواء اللي بيشفي ولا ربنا، لكن ربنا حط في الدواء ده سر معين. فقالوا السر اللي حطه في الدواء ده هو السر اللي حطه في القرآن ده. فكأن القرآن كبسولة بتاخدها زي ما بتاخد العلاج التاني. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وطبعا استدلوا بحديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه راح لسيدنا النبي قال له يا رسول الله أنا بشتكي من ألم في صدري، يعني عندي وجع في جسمي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن، ثم تلا عليه قول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قالوا فعفى الله عنه. بس دايما بيحصل مشكلة عند الناس لما تيجي تقرأ آيات الشفاء، خصوصا المتعلقة بالأحاديث. يعني يقول لك ده النبي قال كده، زي مثلا اسقي عسلا لما ربنا فيه شفاء للناس. الموضوع بيحتاج يا اخوانا اعتقاد. يعني اوعى تختبر ربنا، انا هقرأ كده هشوف هخف ولا مش هخف، هعمل. ما تختبرش ربنا. يعني على قد ما انت عندك اعتقاد في القرآن على قد ما هيتحقق فيك الشفاء. بتعملها بيقين يعني. بالضبط. فلازم يبقى عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى علشان ينعكس ده عليك من بركة القرآن يعني. وهدى ورحمة للمؤمنين. وهدى ورحمة للمؤمنين أي القرآن سبيل هداية وسبيل رحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طبعا بفضل الله وبرحمته، قالوا بفضل الله القرآن وبرحمته الإسلام، وبعضهم قال بفضل الله القرآن وبرحمته المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب فبذلك فليفرحوا، أمر من ربنا سبحانه وتعالى إنك تفرح بالرحمة. طب هل الرحمة قرآن بس؟ القرآن رحمة، النبي رحمة، الإسلام رحمة، الشريعة رحمة، اللقمة اللي في بيتك رحمة، بق المية اللي بتشربه رحمة، العافية اللي انت فيها رحمة. فانت محتاج تفرح بيها. خلي بالك ان القرآن فيه فرح محمود وفي فرح مذموم. لما ربنا سبحانه وتعالى ذم قارون أنه كان من الفرحين لأنه فرح بكسبه لا بالله. يعني هو كان فرحان بفلوسه بحاجته. لكن لما ربنا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو ده اللي تفرح بيه بالضبط. فانت بتفرح بالنعمة ولا بالمنعم؟ بالمنعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل من الأعراب وبعدين هدومه متبهدلة، عليه ثياب رثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت عندك فلوس؟ قال له قال له عندك بتعمل ايه؟
قال له ألك مال؟ قال نعم. فقال من أي المال؟ لأنهم المال عندهم كان عبارة عن مزارع، فغنم، بقر، ما أعرفش إيه، خيل، كذا، جمال. واحد يقول له عندي مزرعة غنم، تاني عندي مزرعة جمال. قال له عندي من كل المال، يعني أنا عندي من كل حاجة. قال له عندك إيه؟ قال له عندي خيل وعندي بقر وعندي أغنام وعندي جمال، غني يعني. كل حاجة ثري. مم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ثم تلا قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي أن تظهر السرور والرضا والفرحة. سيدنا الحسن، أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وارضاه، راح له واحد يقول له إيه، المية أشربها وهي يعني فيها حرارة ولا وهي فيها برودة؟ لو فيها حرارة هو عايز يقول له يعني ده نوع من تربية الزهد النفس يعني. والزهد يعني. ولو فيها برودة ده نوع من الدلع، يعني مية تلاجة أو مية مم. كذا أو مية كذا. فقال اشرب الماء باردا واستخرج الحمد من قريرة قلبك، عشان لما تقول الحمد لله تقوله وانت شبعان بنعمة ربنا أيوة. سبحانه وتعالى. فقل بفضل الله وبرحمته، المعني بها هنا القرآن جائز، المعني به النبي صلى الله عليه وسلم جائز، المعني به الإسلام جائز، المعني به الفضل والرحمة الحسية اللي ربنا أنعمها علينا. فبذلك فليفرحوا فرحا بالمنعم لا بالنعمة. ولو فرحت بالنعمة فلأنها صدرت عن المنعم، أيوة. لا مش صدرت عنك انت. لكن الفرح المذموم انك تفرح بنعمة على انها صادرة عن كسب يدك او عن تعبك انت او مجهودك انت. كسبت صفقة مثلا، تفرح ان ربنا وفقك في دي وفقك الحاجة دي او كتب لك فيها الخير. فتفرح تمام. بالتوفيق مش مش بالحاجة نفسها. بالضبط، مش بمجهودك انت. مم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ربنا سبحانه وتعالى كان بينزل عليهم الخيرات. فكان مثلا يبقى واحد عنده جمال فيشق ودن واحدة ويقول لهم دي مش هناكل منها، ويحلل من دي ويحرم من دي، ويقول لك ده ناكله من البهائم وده ما ناكلوش، ومن السمك مثلا ياكلوا انواع وما ياكلوش انواع. فربنا بيقول لما بينزل عليكم هو عارف ايه اللي ينفعكم فيبقى حلال، وايه اللي يضركم فيبقى حرام، لان اللي اودع خاصية المخلوقات دي هو الخالق. فانت ما تعرفش حقائق الضرر او الاذى في انك تحلل او تحرم. فقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني لما ربنا يديكم حاجة فتيجي أنت تحلل وتحرم على مزاجك، فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم بهذا، يعني هو ربنا اداكوا تصريح تعملوا ده ولا أنتوا بتكذبوا على ربنا أم على الله إيه تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. طيب يعني رؤيتهم إيه وتخيلهم إيه وهم بيكذبوا على ربنا في الدنيا هيقابلوه ازاي يوم القيامة؟ وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة كيف يكون موقفهم بين يديه وهم عاشوا حياتهم يكذبون عليه. عايش عمري كله ضده وبكذب عليه وبنسب إليه ما لم يأمرني به أو ينهاني عنه، فكيف لقائي به سبحانه وتعالى؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ربنا سبحانه وتعالى فضله كبير وواسع علينا كلنا. فاللي ربنا بيحرمه وبيحلله ده من فضل ربنا، من فضل ربنا علينا، لأنه عارف إيه اللي يضرنا وإيه اللي ينفعنا. لكن لما تحرم وتحلل على مزاجك أنت لا تعرف إيه اللي يضرك وعارف ولا عارف إيه اللي ينفعك، يبقى بتأذي نفسك. لكن لما ربنا يأمرك بأن ده حلال فتاكله وده حرام ما تاكلوش فده من تمام فضله ونعمته عليك. لكن أكثر الناس إيه؟ لا يشكرون الله على فضله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش وقت من الأوقات ما تكون في شأن، يعني ما بتعملش من عمل، وما تتلو من قرآن. اشمعنى خص القرآن؟ يعني وما تكون في شأن عمل دنيوي، وما تتلو من القرآن عمل ديني تطوعي بتعبدي بتتعبد الله سبحانه. ما قالوش بقى وما تكون في شأن وما تصلي من صلاة، أو وما تكون في شأن وما تزكي من زكاة. لكن ما تتلو من قرآن دليل على إن من أعظم الأعمال اللي بيتعبد بها الإنسان لربنا تلاوة القرآن.
فقال له وما تكون في شأن، يعني أي حاجة أنت بتعملها، وما تتلو منه من قرآن، أي من تلاوة القرآن، ولا تعملون من عمل أيا كان نوعه بقى، ديني أو دنيوي. يعني هو الأول قسم ديني ودنيوي وديني، وبعدين ما تعملون من عمل مطلق، أي عمل كبير أو صغير، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون، يعني تدخلون فيه، إذ تفيضون فيه. وما يعزب يعني يغيب. لما يقال عزب الرجل بمرعاه، يعني غاب عن الأعين، بعد. فبيقول لك وما يعزب أي وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كله مكتوب. يعني أصغر حاجة ممكن تشوفها وأكبر حاجة ممكن تشوفها هي موجودة في كتاب مبين، قالوا هو اللوح المحفوظ. والله أعلى وأعلم بمراده، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.